بتبتدي قصة الفيلم مستعمرة سجون روسية، وبطل الفيلم هو سيرجي. وبيدخل زنزانته فبيلاقي المجرم ده، وبيقول له بكره زملاء السجن. فبيرد عليه وانا كمان. وبيكون سيرجي قوي جدا لدرجة انه بيشيل الحديد، والاتنين دول كمان بيغلسوا عليه. فبيضربهم وبيدخل للزعيم بتاعهم، وزعيم العصابة بيقول له انت تعرفني لكن انت مين؟ فبيوطي على راس اسد وبيقول له انا صياد اسود. وبيخلص على الزعيم بتاعهم وبيقدر يهرب من السجن. وحراس السجن بيلاقوا جثة زعيم العصابة. وقبل 16 سنة بيكون في شابين في الدراسة بتاعتهم، واحد منهم هو سيرجي والتاني أخوه ديمتري. والمدرس بتاعهم بيبلغهم إن أبوهم جاي ياخدهم. وأبوهم كرافين بيكون غني جدا، وبيبلغ سيرجي إن إحنا في منتصف الفصل الدراسي، وبيبلغهم إن أمهم ماتت وإنها انتحرت. فالأولاد بيتصدموا. وبيكمل الأب إنها كانت مريضة في عقلها، فسيرجي بيرد على أبوه إنها ماتت عشان أنت بعتها بعيد. وبيوصلوا المطار، وفي شمال تنزانيا سيدة بتدي حفيدتها 3 ورقات كوتشينة. الورقة الأولى الولد، والورقة التانية هي الوضع عشان هيحصل حادث مروع، والورقة التالتة هي القوة. وجدتها بتقول إنك هتحتاج البطاقات ديت قريب جدا. وبتديها إزازة وبتقول لها بيشفي اللي يشربه بطريقة مستحيلة. وبيطلع الأب كرافين وسيرجي وديمتري في رحلة صيد. وديمتري بيتكلم على أبوه إنه بيكرهه جدا مع سيرجي. وفي تاني يوم بيطلعوا للصيد مرة تانية، وبيكون مع الأب مساعد بتاعه اسمه كركدن. وبيهزقه، والمساعد بيكون بيكرهه جدا برضه. وفجأة بيطلع أسد لسيرجي، وسيرجي بيتردد إنه يضربه بالرصاص. فالأسد بيهجم عليه، والأب بينده على ديمتري بس، لدرجة إن الأسد بيجري بيه بعيد. وبتظهر البنت السمراء راكبة عربية وبتشوف الأسد، وسيرجي مرمي على الأرض. فبتروح لسيرجي بعد ما الأسد بيسيبه، وبتطلع إزازة الدواء اللي جدتها اديتها لها وبتديله منها. وبتيجي عربية الإسعاف وبتحط كارت القوة في جيبه، وبيروح المستشفى. وفجأة بيفتح عينيه، والدكتورة بتستغرب، وبيفوق وبيمسك كارت القوة في ايديه. والدكتورة بتحس وبتقوله الممرضين لقوا الكارت ده في جيبك. وبتقوله انت محظوظ جدا، وبيشكرها جدا انها انقذت حياته. فبتقوله يا ريت انا السبب. فبيقول لها انا مش فاهم، وهي كمان بتقوله انا كمان مش فاهمة. وبيجي ديمتري وبيحضنه. والدكتورة بتعرف ابوه ان مات في السرير اكتر من 3 دقايق، وكلهم بيستغربوا. وفي لندن سيرجي بيقرا رسالة من والدته انها اسفة ان هي مش معاهم، لكن امه بتوعده برضه في الرسالة انها لازم هتكون معاهم قريب. وبتعرفه ان ابوه ما سابلهاش اي خيار تاني، وبتطلب منه انه يوعدها ما يكونش زي ابوه. وبيقابل اخوه على السلم ديمتري، وبيقول له ابويا هو الحيوان الوحيد اللي بيهددنا. وبينزل سيرجي لابوه، وابوه بيقول له انت كنت هتتسبب بقتل ديمتري. وبيسأله انت ضعيف ومجنون زي امك ولا زي انا؟ عشان لو ظهر الضعف دوت لأعدائك هيهجموا عليك. وبيبلغوا ان ديمتري هيرجع المدرسة، وانت مش هترجع، انت هتفضل معايا هنا عشان تبقى قوي. وسيرجي بيسيبه وبيطلع ياخد الفلوس اللي معاه ورسايل والدته والتيشيرت اللي اتعض بيه من الأسد. وبيسافر بعيد، وبيكون فيه قوة خفية. حتى الطور بيخاف يهجم عليه عشان شايفه كأنه أسد. وبنرجع تاني للعصر ده، وبيكون سيرجي قوي البنية وما بيخافش من حد أبدا. وبيقول لعصابة كبيرة دي ملكية خاصة، ولازم تقفلوا البوابة بعد ما تمشوا. وليه بتقتلوا الحيوانات وبتاخدوا القرون بس؟ وبيقدر يضربهم ويطردهم برا الحديقة المفتوحة. وبينشر خبر إن في جنازة اليوم تبع البنت السمراء اللي أنقذت حياته. والبنت بتكون كبرت، فبتقرا الخبر وبتسافر عشان الجنازة. وبتروح الجنازة وما بيكونش في حد غيرها. وبيجي سيرجي وبيقول لها مفيش طريقة تانية عشان أشكرك إنك أنقذت حياتي، وبدور عليكي بقالي فترة طويلة. وهي بتقوله أنا عارفة مين والدك. وبتسأله أنت زيه راجل عصابات؟ وبيقول لها لما كنت طفل صغير كنت شايف والدي
بينشر الشر وبس من حواليه، وكنت هتبع خطواته، لكن بعدت عنه بعد وفاة أمي، وشغال على إني أقضي على أمثاله. وهي بتقوله إنها شغالة محامية في أكبر مكتب محاماة، فبيقول لها إنه عارف، وبيقول لها في قايمة معايا لازم أخلص عليهم، قايمة عصابات. فهي بتنصحه يبعد عنهم أحسن. وبيظهر كركدن مساعد الأب كرافن مع عصابة كبيرة، وبيقول لهم هيتولى عمليات الزعيم اللي مات في السجن على إيد سيرجي طبعا. والأب كرافن في نفس الوقت بيحاول ياخد مكان زعيم العصابة اللي مات. وكركدن بيعرف ان اللي قتل زعيم العصابة هو سيرجي المعروف بالصياد، وبيسأل هل هو ابن كرافن. فالمساعد بتاعه بيقوله الأجنبي هيعرف. وبيظهر الأجنبي عند السجن الروسي، وبياخد أثر معاه، لكن الحرس بيشوفه وبيسأله بتعمل ايه، وبيرفعه، لكن الأجنبي بيخلص على الحارس. وسيرجي بيقفز وبيتسلل لغرفة أخوه وبيحضنه وبيقوله كان لازم اجي في عيد ميلادك. وديمتري بيكون متضايق انه مش شجاع وبيخاف، وبيقوله مثلا لما انت جيت خفت. فسيرجي بيقوله ده طبيعي، وبيكمل ان ابوك خلاك تكره الناس. وبيجي كرافن وبيقول انا مش متوقع انك هتحضني، بس لازم تسلم على ابوك. فبيسلم سيرجي على ابوه، والاب بيرحب بديمتري عشان عيد ميلاده. وبيظهر سيرجي نايم في الطل على الارض، وبيعرف ان العصابة خطفت ديمتري، فبيجري بأقصى سرعة وبيقدر يمسك الحبل بتاع الطيارة، وبيضربوا نار عليه. فبيجري وبيمسك الحبل تاني، لكن للأسف الطيار بيخبطه في حاجة في المية. وبيكون مع المحامية وبيقول لها كان لازم أبقى معاه، معرفتش أنام فخرجت ونمت في الطل. وبيقول لها لازم ألاقي أخويا. وكرافن بيسأل سيرجي مين هما، فسيرجي بيقوله رفضوا يقولوا. والعصابة بيعذبوا ديمتري. وفي شمال تركيا سيرجي بيتسلق الحوائط وبيقفز وبيقدر يدخل المكان اللي فيه أخوه، لكن ما بيعرفش يوصله. وكركدن بينقذ ديمتري، بس بيقوله أنا عايز سيرجي. وديمتري بيسأله أنت عايز منه إيه، وبيوري ديمتري فيديو هروب سيرجي بعد قتل زعيم العصابة. وديمتري بيقوله انت عايز تقول ان سيرجي هو الصياد. وكركدن بياخد دواء، وبيقوله انه بيحس ان حالته الصحية بتتحسن لما بياخد الدواء ده. وبيعرف ديمتري ان ابوه مش بيحترمه، ولما بياخد الدواء جلد دراعه بيتغير وبيتضخم. وكركدن بيكلم سيرجي وبيقوله انا عارف انك بتكره ابوك، لازم نتقابل ونتفاهم. وبيروح كركادين ومعاه العصابة بتاعته بالكامل عشان هيقابل سيرجي ويخلص عليه طبعا. وفي نفس الوقت سيرجي بياخد أسلحة كتير معاه، وسيرجي بيخلص على ناس كتير من العصابة، لكن الأجنبي بيتخانق مع سيرجي وبيضربه مخدر وبيفقد الوعي. والأجنبي بيعرف العصابة إن خلاص المهمة انتهت. والبنت السمرة بتيجي وبتنقذ سيرجي للمرة التانية، وبتتحرك العصابة. وكركادين بيكون سعيد جدا، لكن تيران كتير بتهجم على الفوق بتاعه. وكركادين بياخد جرعة زيادة من العلاج وبيتحول لوحش فتاك. وديمتري بيكون محتجز مع العصابة، وبيتعارك سيرجي مع كركادين وبيتغلب عليه وبيخلص عليه فعلا. وسيرجي بيقابل والده، ووالده بيبلغه ان سيرجي هو ابنه الحقيقي عشان مفيش حد في قوته. وسيرجي للأسف بيقول كان ديمتري هيضيع، بس الأب كرافن بيقوله كنت مطمن عشان عارف إنك مش هتسيب أخوك. وبعد سنة ديمتري بيكون مطرب، وسيرجي بيجيله عشان عيد ميلاده. وفجأة ديمتري شكله بيتغير وبيكون شبه سيرجي بالظبط. وسيرجي بيسأله ايه ده، ايه اللي بيحصل. فبيقوله مات ابويا وكركدن، وممكن اتمثل بشكل اي حد. وديمتري بيبعت رسالة لسيرجي وبيبلغه ان هما الاتنين صيادين، بس انت اعظم صياد. وبكده يكون الملخص خلص معانا. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.